جائزة رئيس الجمهورية سنة 2012. تكون في الجزائر وأكمل دراسته في الثقافة الموسيقية ليطور نفسه في فرنسا وجمهورية التشيك. قائد الأوركسترا السيمفونية الجزائرية، قائد الأوركسترا السيمفونية لأوبرا الجزائر. سنة 2019 قاد أكبر أوركسترا متكونة من الأوركسترا الجزائرية وأوركسترا القاهرة السيمفوني. أستاذ معلم في المعهد الجهوي للموسيقى بالجزائر منذ سنة 2021، وهو قائد الأوركسترا السيمفونية لأوبرا الجزائر. المايسترو لطفي سعيدي، مرحبا بك على قناة فنون اليوم. مساء الخير أخ حميد، ونشكرك على الاستضافة. مايسترو، أنت غني عن التعريف. لا في قناتي المشاهير لا يعرفون، لكن حدثني عن هذه الطبعة تاع المهرجان الثقافي الدولي للموسيقى السيمفونية، وأنت الذي أشرفت على حفل الافتتاح مع الشقيقة فنزويلا. والله كان لي الشرف أني نقود طبعا الرابعة عشر المهرجان الثقافي الدولي للموسيقى السيمفونية، وكان حفل في القمة، واللي كان يعني ما ميزها طبعا أنه هذه المرة كانت 3 قادة أوركسترا. كانت زاهية زيواني وضيف شرف، وكانت أيضا قائد أوركسترا الفنزويلي إنويس مونتس بوليفار. يعني تقسمنا الخشبة ودرنا يعني الحفل، وتقسمنا البرنامج اللي كان برنامج متكون من موسيقى سيمفونية، موسيقى إيطالية، موسيقى فنزويلية، مكسيكية، وبالتأكيد أنه كملنا كما جرت العادة أنه نكملوا بالموسيقى الجزائرية في قالب سيمفوني اللي لبسناها لباس أكاديمي وسيمفوني من أجل يعني التعريف بالموسيقى الجزائرية إلى الناس هذول ما يعرفوش الموسيقى الجزائرية، واللي عجبتهم كثير. والحمد لله أنه وكانت لنا أيضا وقفة لأهل فلسطين وخاصة أهل غزة، اللي كانت أدت الفنانة الكبيرة الرائعة نادى الريحان، يعني الأغنية المشهورة للسيدة فيروز زهرة المدائن، واللي كان طلع معها أيضا غنت مع كورال دار أوبرا تحت قيادة الأستاذ زهير مزاري، اللي كان لي الشرف اني اشتغلت معاه، واللي عندي شحال يعني وحنا نخدموا كيف يعني واحد الخطره يعني زدنا خدمنا هذه. واللي كانوا ايضا لو فامو ديو تاع برانديزي تاع فيردي برانديزي لي بيامو، اللي كان ايضا شاركوا معنا الكورال مع الديو سيري خياري وبلا زهراوي. يعني والحفل يعني بصفه عامه كان يعني انا بالنسبه لي هذه طبعا الرابعه 14. لا بالنسبه لي اللي قدتها طبعا الرابعه كنت قدت طبعا 11 13 13 والرابعه عشر، هذه المره الرابعه لي. يعني انا نشوف انا اظن انه هذا رايي يبقى رايي الخاص، انه هذه من اروع الطبعات يعني صحيح اللي شاركت فيها. يعني وانه ما يخفالكش انه حتى يعني الموسيقيين كانوا 120 موسيقي و16 كوريست، وكانت ايضا نظره الى الفنانه فضيلة زيريا اللي كانت شاركت معنا الفنانة لمياء عمارة بثلاث عناوين موسيقية اللي عيني كانت مع قلبي، هي باللارج والنار البنقدات. يعني كان ذات أداء من أروع ما يكون، والحمد لله يعني الجمهور كان منبهر بهذا الافتتاح، وإن شاء الله ربي يوفقنا ونكونوا يعني في المستوى في المرة القادمة إن شاء الله. مايسترو، قبل السؤال الثاني، بعض البلدان خاصة روسيا والتشاك المرة هذه عندهم عروض في مدينة وهران. هل ترى أن المهرجان بهذه الطريقة والتفتح على بعض الولايات الجزائرية ممكن تكون في إضافة للمهرجان؟ أكيد أنه هذا من الجهة الفنية، أنه حتى يعني الولايات الأخرى لهم الحق أنه ما يقدروش يجوا الجزائر، لهم الحق أنهم يتعرفوا بهذه الموسيقى السيمفونية. وإحنا لما كنا أوركسترا سيمفونية وطنية في الماضي، أنه إحنا جلنا وصلنا جميع يعني ربوع الوطن وعرفنا بالموسيقى السيمفونية إلى يعني رحنا حتى يعني ولايات ومدن يعني نائية. الحمد لله الآن أنه بهذه الصفة أنه إحنا نعرفوا بالموسيقى السيمفونية إلى ولايات أخرى، وحتى يعني ندروا يعني كسياحة السياحة الجزائرية عن طريق الفن، نروجوا للسياحة الجزائرية عن طريق الموسيقى السيمفونية. أنه حتى هم لما راحوا لوهران وشافوا المسرح الجهوي لوهران انبهروا يعني انبهروا بجمالها، وحتى يعني شعبها المضياف. المايسترو لطفي سعيدي، وكنت في تونس حيث قدت أوركسترا تونس السيمفوني مع نخبة من قادة الأوركسترا التونسيين في حفل بعنوان سهرة قائدي الأوركسترا.
كيف ترى هذه التجربة أستاذ لطفي؟ أنا كنت توجت لي دعوة من الأوركسترا من دار أوبرا تونس، واللي كنت شاركت معهم مرتين في هذا العام. اللي كانت المرة الأولى كانت في شهر جونفي 5 جونفي، والمرة الثانية اللي كانت في 25 فبراير. وأنا كان لي الشرف أني شاركت معهم يعني، وقدت هذه الأوركسترا العظيمة يعني، وموسيقيين من أروع ما يكون. ويعني وكان يعني لانتيتيلي تاع الحفل كان لا نوي دي شيف، لاني انا كنت شاركت مع كنا 5 قاده اوركسترا يعني، وانا كنت خامس كضيف شرف. وهذا شرف لي اني قدت مع من اروع قاده الاوركسترا التونسيين يعني، مخضرمين من شباب و يعني اساتذه كبار في الموسيقى وحتى في العمر. وهذا كان شرف لي، ويعني الحمد لله اني قدرني ربي وشرفنا الجزائر احسن، او تمثلنا الجزائر احسن تمثيل. وكانت معك الفنانة أيضا ندى الريحان. ندى الريحان كانت راحت وشاركت وحدها يعني من بعدي في شهر مارس، انه راحت وشاركت، والحمد لله هي تاني كان لها صدى كبير في هذا الحفل. وهي ما يعني ندى الريحان غنية تعريف يعني بصوتها وادائها وحضورها القوي على الخشبة. مايسترو لطفي سعيدي، أنت شاب وتقود أوركسترا السيمفونية الوطنية الجزائرية وأوركسترا سيمفونية لأوبرا الجزائر. كلمة أخيرة لقناة فنون اليوم بهذه المناسبة. والله أنا بدوري أشكرك أنت أولا الأستاذ عبد الحميد بوحالة على هذه الالتفاتة الطيبة، وأنا نتمنى لك كل التوفيق يعني في مهامك الصحفية إن شاء الله. وأنت أيضا أنت فنان، أنا ما نعتبرك صحفي، أنا نعتبرك فنان، لأنك يعني أنا نشفى لك ملي كنت صغير يعني، كنت جميع الطبعات تاع المهرجان كنت حضرتهم ودرت التغطية تاعهم، وأنا من هذا المنبر أشكرك، وإن شاء الله ربي يوفقك في المسار تاعك. أنا لي الشرف أني التحقت بمهرجان دولي موسيقى السيمفونية مع المحافظ السيد عبد القادر بوعزارة، وصراحة في كل طبعة أتشرف بالعمل ضمن محافظة المهرجان. لطفي سعيدي قائد الأوركسترا السيمفونية، شكرا جزيلا لك. شكرا لك أخ عبد الحميد.